السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة هوريكم طريقة لتنظيف البط وازاي نشيل منه الريش الصغير اللي بيبقى زي كده اللي بيتعبنا ويرهقنا. البطة دي انا دبحاها وانا اللي منضفاها مريشاها، يعني شايله الريش منها، قطعت الراس بتاعتها ورميتها، وقطعت الجزئين اللي بيبقوا في الجناح دول. طبعا ما بيبقاش ليهم اي لازمه فمنستخدمهمش، فبقطعهم وارميهم، وكمان الرجلين من تحت. وده اللي عليها ده التكه، والطريقه اللي انا هوريكم تعملوا فيها البط ازاي ويخلصكم من الريش الصغير. البطة هنا لو تلاحظوا ان فيها ريش صغير جدا هنا، ممكن ما نقدرش نلقطه بايدينا. فهنعمل ايه؟ انا جايبه رده، دي رده ناعمه واللي بتطلع من الدقيق وكده. وبجيب البطه وبقعد افرك فيها وانضف فيها لغايه ما يطلع منها الريش خالص. وكمان اللي الطريقه دي بتشيل الزفره وبتشيل اي ريحه وحشه في الطيور كده، مش مستحبه. انا همسك البطه كده واقعد ادعكها كده وافركها. كل الرده اللي هتطلع من فرك اللي ايدنا كده، بصوا من الفرك، بصوا انا هقرب لكم كده، بتطلع الريش خالص وبتخليها نظيفه زي الفل. هعملها من ورا ومن قدام وتحت الجناح وتحت الرجل وكله، خليها هفركها كده بالشكل ده. الطريقه دي بتخلي لو فيه جلد اصفر كده، بيبقى الجلد الاصفر اللي زي كده ده اللي في البطه بتشيله وبتخليها بيضه وزي القشطه. انا هعملها افركها كلها. انا حبيت اوريكم بس الطريقه والحركه دي علشان اللي ما يعرفش ينظفها، وممكن واحده يكون جوزها يعني ما بتعرفش، عروسه جديده كده او واحده ما بتعرفش تنظف تطلع الريش الصغير بتاع البط ازاي. فانا حبيت اوريكم الطريقه دي بحيث بصوا انا مجرد ما بفركها كده الريش الصغير اللي تحت الجلد بيطلع. هفركها كويس قوي عشان انا بصور لنفسي، وهوريكم منظرها بعد الفرك من الردة كده هيكون ازاي. وده شكل البطة بعد ما فركتها من الردة كويس وطلعت بيها الريش الصغير اللي بيبقى تحت الجلد. بصوا منظرها. انا لسه مش هطفتهاش بالمية، هاخدها على الحوض واشطفها كويس قوي بالمية، واطلع كل الردة اللي فيها وهقطعها. انا مش هعملها صحيحة، انا هقطعها لان حجمها ما شاء الله بصوا كده كبير، فهتاخد حلة كبيرة، وانا مش عايزة اعملها في حلة كبيرة، ومش عايزة اعملها محشية، لان عملت الفترة اللي فاتت كلها الطيور محشية فريك او رز. فهقطعها، بس الطريقة دي حلوة، جربوها تعجبكم. مجرد ما انتوا بتمشوا ايدكم كده وتضغطوا الريش الصغير كده بيفك وبيطلع بطريقة الردة، ردة ناعمة او خشنة عادي، الردة المتوفرة عندك، وتفركي بيها كده هيطلع لك كل الريش الصغير اللي في البطة. هاخدها وانضفها تحت المية الجارية في الحوض بتاع المطبخ كويس، وهوريكم شكلها عامل ازاي بعد ما فركتها بالردة وشطفتها. وهنا بعد ما نضفت البطة كويس وشطفتها كويس جدا من الردة اللي انا دعكتها بيها، بصوا بقت زي الفل مفيهاش ولا ريشة. بعد ما نضفتها كويس هحضر سكينة تكون حامية جدا وهقطعها. هوريكم طريقتي في التقطيع. بس يا حبيبي اللي بيقرف وكده ومش عايز يتفرج على الفيديو خلاص يطلع من الفيديو كده وخلاص وما يكملش. انا حبيت اوريها لبعض الستات وبعض العرايس الجداد ما بيعرفوش يقطعوا مثلا طيور كبيره زي كده زي البط والحاجات الكبيره. انا شطفتها، بصوا ميتها بقت نضيفه ازاي. هقطعها واوريكم بقطعها ازاي.